كان عندك كام سنة لما عرفتي ان الساندويتش ميكر مش للسندوتشات بس؟ ده انا ببشر البطاطس نية وبحط عليها شوية حاجات هسيبها لك في الكابشن، وبحضر فيه هاش براونز احسن من اللي بتجيبوها من بره مليون مرة. واللي متابعيني من زمان عارفين ان انا بحب قوي اشوي الزيتون في الساندويتش ميكر. بعمل له تتبيلة جميلة هكتبها لكم في الكابشن، وبحطه في برطمان في التلاجة واسحب منه على طول. وحتى البطاطس المسلوقة على فكرة لو حطيتوا عليها شوية حبشتكنات زي الزيتون والبيض والدقيق وكمان البيبروني وخلطوها كويس، ممكن تعملوا بيها وافلز بالبطاطس يجنن، تقدموه مع اللبنه او الجبنه الكريم. بجد يا جماعه ما اقولكوش على حلاوه الحاجات دي في فطار يوم الاجازه، تحفه. وكان عندك كام سنه لما عرفتي ان كمان عجينه الفلافل ممكن تسويها في الساندويتش ميكر بالطريقه دي؟ وحتى يا ستي لو ما عندكيش عجينه فلافل في الفريزر، ممكن تستخدمي الفلافل الجاهزه المجمده تسويها بالطريقه دي، وبتبقى احلى مليون مره من الفلافل اللي مقليه في الزيت، وهي سخنه كده تتاكل على السريع مع صوص الطحينه ويا سلام. وكان عندك كام سنه لما عرفتي ان كمان البيض اومليت ممكن نسويه بالطريقه دي؟ زي البيض اللي بسويه بنكهه الزعتر الاردني ده، رائع يا جماعه. انا مرتاحه جدا على الساندويتش ميكر بتاعي ماركه مينتا، حجمه ممتاز وبيجي ب4 قطع سهله التنظيف. وده كان بارت 1 من كما لا يقول الكتاب مع مينتا.